اقفش اتوبيس مدرسه اهو يا جدعان. بيض حرفيا طايره زي ما انتم شايفين. لازم اخد معاه سيلفي وهو الستوب ساين اللي انتم شايفينها دي. بصوا صراحه ربنا انا عمري ما سوقت عربيه في مصر، ولكن لما جيت هنا امريكا وسوقت عربيه في شويه قوانين كده وانا بنفذها وانا بمشي عليها عجبتني الصراحه. في الفيديو ده انا هقول لك على 5 قوانين تبع قواعد المرور انا حبيتهم هنا في امريكا. الفيديو ده هيبقى من سلسله اكتر 5 حاجات، السلسله اللي ما بتخلصش. فايه يلا بينا نخش على اول قانون. نخش على اول قانون وهو اللي احنا داخلينه حالا. شايفين الانوار اللي على اليمين دي؟ بمجرد ما اي عربيه تعدي الانوار دي لازم تبطئ سرعتها زي ما انا لسه مبطئ دلوقتي ل 20 مايل بير اور، اللي هو بتتكلم في 40 كيلو في الساعه. ليه؟ لان احنا دخلنا حاجه اسمها السكول زون. السكول زون دي بتبقى الطرق او الشوارع اللي حوالين اي مدرسه سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، كل الطرق او الشوارع اللي حواليها دي بتبقى في نطاق السكول زون دي، او دي بمعنى صح هي السكول زون. وزي ما انتم شايفين دي المدرسه الابتدائيه اللي احنا مبطئين اصلا عشانها. اللي بيعجبني بقى ان انتم شايفين كل العربيات وكل الناس محترمه القانون ده، لانه فعلا قانون مفيد. انت بتحمي الاطفال عشان لو حصل اي طفل جري او طفل بيعدي انت بسرعتك البطيئه دي تعرف تتفادى الحادثه او تتفادى انك تخبطه. فزي ما انتم شايفين كل العربيات مبطئه وماشيه بالسرعه البطيئه، عشان كده تلاقوا زحمه سنه لان كل العربيات مبطئه. بتفضل سايق زي ما انتم شايفين في اللين بتاعك او ان يكن على نفس السرعه اللي هي 20 وما تبطئش نهائي لحد لما يجي اللي على اليمين اللي انتم شايفينه ده. السبيد ليميت بتاعتي رجعت بقت ب 40 ومكتوب فوق اند سكول زون، فكده السكول زون انتهت وكده انا اقدر اسرع زي ما انتم شايفين تاني. واللي جاي بقى على الشمال ده هو داخل لسه السكول زون، ولكن انا خرجت منها فاقدر ان ارجع لسرعتي اللي هي 40 واللي انا بسوق بيها دلوقتي. والسكول زون دي ما بتبقاش على طول، هي بتبقى في ايام الدراسه فقط، يعني 5 ايام من اصل 7 في الاسبوع، لان السبت وحد بيبقوا اجازه. وحتى في ايام الدراسه ما بتبقاش طول اليوم، بتبقى ساعتين وساعتين، ساعتين من 6:30 ل 8:30 الصبح، وده الوقت اللي العيال اصلا بتبقى رايحه في المدرسه، ومن 2 لاعتقد 4 وده الوقت اللي العيال خارجه فيه من المدرسه، فهم 4 ساعات في ايام الدراسه فقط. فانا شخص بسوق وبطبق القانون ده، انا شايف ان القانون ده جميل جدا جدا وببقى فرحان ومبسوط وانا بعمله، انك انت كده بتحمي الاطفال زي ما قلت من ان انت تحصل حادثه، طفل جري، حصل طفل بيعدي البيت الناحيه الثانيه ايا يكن، انت بسرعتك البسيطه لو حصل اي حاجه تعرف انك تتفادى الحادثه وتعرف انك ما تاذيش الطفل. فبالنسبه لي انا كعمر القانون ده بالنسبه لي فوق الممتاز. القانون الثاني انا بحبه بقى، احنا هنعيشه مع بعض كده بفكره السيناريو. هو مش قانون على قد ما بصوا انتوا هتفهموا كل حاجه. يلا بينا مع بعض نعيش السيناريو. زي ما انتم شايفين دلوقتي على الهاي واي او الطريق السريع وسايق بسرعه 65 مايل بير اور، وتعالوا نتخيل مع بعض ان حصل حاجه كده. الصوت اللي سمعتوه ده الكاوتش الشمال بتاعي عندي فرقع، فانا محتاج اعمل كذا حاجه. اول حاجه هدي اشاره ان انا عندي حاجه طوارئ، فاللي ورايا عرف ان انا في طوارئ. تاني حاجه هغير لين، اخليه لين الشمال، وشايفين الخط الاصفر اللي على الشمال ده انا هخش فيه دلوقتي حالا معاكم. يعني في الطريق السريع دلوقتي وببطئ سرعتي واحده واحده، يعني حتى اللي ورايا انا اديت اشاره اللي ورايا ان انا في عندي مشكله ففهم، وانا دلوقتي وقفت. يعني الطريق السريع ده مش شايفين على اليمين طاير وانا وقفت، العربيه بتاعتي وقفت. زي ما انتم شايفين العربيات حرفيا طايره زي ما انتم شايفين، واحنا هننزل نطمن على الكاوتش الشمال زي الفل ما فيش اي حاجه. وزي ما انتم شايفين العربيات رايحه جايه والطريق سريع. تعالوا بقى نتخيل مع بعض ان احنا خلاص صلحنا الدنيا والدنيا زي الفل. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نقفل الطوارئ ونبدا ان احنا نسوق على اللين. يعني زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي لازم نسوق على اللين ونزود سرعتنا تاني عشان نرجع على الهاي واي. فهنسوق زي ما احنا شايفين، يا رب ما اعمل حادثه. احاول ان انا اجاري سرعتهم شويه وادي اشاره ان انا عايز اخش يمين، فحد من الساده المحترمين يخليني اخش. واحد محترم شيفروليه خلاني اخش، ورجعت تاني للهاي واي والطريق السريع واسوق والدنيا زي الفل. ايوه بقى يا عم عمر، يعني بعد ما شفنا السيناريو ده انت عايز تفهمني ايه وعايز توصل لي ايه؟ اللي بيعجبني في الموضوع ده هو حاجتين، اول حاجه الامرجنسي لين ذات نفسه، وتاني حاجه القانون اللي بيحافظ على قدسيه الامرجنسي لين بالنسبه للناس اللي سايقه. اول حاجه وهي الامرجنسي لين، وده المكان المخصص في حاله الطوارئ لو حصل لك اي حاجه في العربيه، وزي ما شفتوا زي ما حصل معايا الكاوتش فرقع ودخلت على اللين الشمال ظبطت الدنيا وصلحته وكملت سواقتي، فده المكان المخصص ليا في حاله لو انا مش عارف اخرج من الطريق السريع. وكمان بيبقى مخصص في حاله الحوادث، ولكن حصلت حادثه في نص الطريق والدنيا زحمه زي ما انتم شايفين، فالمطافي والاسعاف والبوليس ازاي يوصلوا عن طريق الامرجنسي لين، بيبقى فاضي تماما وكل الناس صراحه ربنا بتبقى محترمه ومحدش بيخش في الامرجنسي لين نهائي، فالبوليس والاسعاف والمطافي بيعرفوا يوصلوا لمكان الحادثه في اسرع وقت ويعرفوا ينقذوا الناس اللي بقى المتعوره ايا يكن في اسرع وقت، لان كل دقيقه في موضوع الحادثه ده بيفرق مع الشخص المصاب اللي في الحادثه اللي حصل له ايا يكن اللي حصل. تاني حاجه وهي القانون اللي بيحافظ على الامرجنسي لين ده، وهو انك في حاله لو سقت في الامرجنسي لين ده من غير اي سبب
سبب، لدرجه ان مثلا انت لقيت الدنيا زحمه في ناس بتعمل كده، تلاقي الطرق زحمه، الهاي واي مقفول، في زحمه قدام وقت الناس خارجه من الشغل والكلام ده كله، يروح واخد الامرجنسي لين وسايق فيه سريع عشان ايه يخلص نفسه. القانون بيقول ان لو البوليس مسك اي حد سايق على الامرجنسي لين ده بيتعرض انه ياخد مخالفه كبيره، وكمان بتوصل ان انت بيتقبض عليك وتروح الجيل تتحبس، يعني فيها حبس. فانا كعمر الشخص اللي بسوق في الشارع وبيتطبق عليا كل القوانين، شايف ان القانون ده مهم جدا جدا وبحترمه ومبسوط بيه، مش شايفه قانون يضايقني او قرفان منه او شايفه قانون ملوش معنى او ملوش سبب. لا، القانون ده انا شايفه فعلا زي السكول زون بالظبط ليه سبب، لانه فعلا ان حرفيا لو كل الناس ساقت على الامرجنسي لين وحبت تستسهل والكلام ده كله، ولكن مثلا حصل حادثه، عربيات المطافي ازاي هتوصل، عربيات الاسعاف ازاي هتوصل، عربيات البوليس ازاي هتوصل، كل الكلام ده لازم تحطه في الحسبان. فبجد بجد ده تاني قانون انا بحبه، والحاله كلها انا بحبها من اول الامرجنسي لين، والقانون اللي بيحافظ على الامرجنسي لين. ثالث قانون بقى معانا، والقانون ده للاسف احنا محتاجين ندور عليه، يعني احنا محتاجين ندور على القانون عشان نعرف نفهمه سوا مع بعض. طبعا انا داخل اقف في اشاره مرور دلوقتي، ولكن هدفنا الرئيسي دلوقتي ان احنا نلاقي اتوبيس مدرسه. ايوه اتوبيس مدرسه، ما تستغربش، احنا محتاجين ندور على اتوبيس مدرسه عشان اعرف اشرح لك القانون الثالث اللي انا بحبه. والساعه دلوقتي حرفيا 3:03، فده ميعاد مناسب اعرف الاقي فيه اتوبيس مدرسه، لان كل الناس خارجه من المدرسه دلوقتي. A few moments later. انا عارف الموضوع هيبقى صعب والله، لحد دلوقتي انا مش لاقي اي اتوبيس مدرسه اقدر اتتبعه. مفيش اي اتوبيس مدرسه في اي حته يا جدعان، والله بيبقوا مرمين قدامي وقت محتاجهم في الفيديو اهو مش لاقي ولا واحد فيهم. اقفش اتوبيس مدرسه اهو يا جدعان. المشكله ان احنا واقفين في اشاره فمحتاج اسرع، بيحاول يهرب مني ولكن هيهات، مش هسيبك يا ابن عمي، ده انا ما صدقت لقيتك. كده اول مهمه خلصت ان احنا لقينا الاتوبيس. تاني مهمه معانا بقى وهي ان احنا نتتبع الاتوبيس لحد ما يعمل حاجه اقدر من خلالها اشرح بيه القانون اللي انا عايز اشرحه. الخوف ان الاتوبيس من جوه يبقى فاضي، فده معناها انه مش هيعمل الحركه اللي انا عايزه يعملها. مش عارف ليه حاسس بمتعه رهيبه وانا بتتبع الاتوبيس، حاسس نفسي كده بوليس ولا FBI وبحاول اثبت حاجه. الموضوع كله ويرد غريب كده، حاسس ان انا بعمل حاجه غريبه ولكن انا مستمتع. مكتوب تحت ناو هايرنج درايفرز، عايزين سواقين اتوبيسات مدرسه وكده. اهو اعتقد انه يعمل الحركه دلوقتي اللي احنا عايزينها، اعتقد بما انه خلى الكشافين النورين دول عمالين يعملوا كده، فاعتقد انه هيعمل الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. تمام، هو دلوقتي هيعمل الحركه اللي انا عايزها. دلوقتي الاتوبيس وقف، وزي ما انتم شايفين في جناح طلع على الشمال مكتوب ايه؟ ستوب. ده معناها ان كل العربيات تقف. زي ما انتم شايفين العربيات اللي جنبي هنا وقفت، انا وقفت، والعربيات الناحيه الثانيه وقفت. زي ما انتم شايفين العربيات هنا برضو اللي على الشمال دي وقفت. ليه؟ لان الاتوبيس بينزل العيال. فمن القانون ان انا بقالي ساعه عايز اوصل له ان بمجرد ما الاتوبيس يعمل كده القانون بيلزمك ان كل الناس اللي سايقين حوالين الاتوبيس يقفوا، سواء جايين من الناحيه اللي انتم شايفينها دي اللي على الشمال او سواء انا. كله لازم يقف عشان زي ما انتم شايفين العيال تعرف تعدي بسلام وامان، واللي داخل يمين داخل واللي داخل شمال داخل وكل حاجه. فده تالت قانون واخيرا عرفنا نشرحه عملي قدام عينيكم. بس بيخلص بيروح لامم الجناحات بتاعته تاني، والعربيات بتبدا بقى انها ايه ترجع لطبيعتها، وكل العربيات تمشي والدنيا تبقى زي الفل. اكيد مش محتاج اشرح ليه القانون ده مهم، اي انسان سوي نفسيا محترم شايف ان القانون ده مهم جدا جدا لسلامه الاطفال. ولكن تجربتي انا كعمر مع القانون ده كانت مختلفه. انا حرفيا اول ما شفت القانون ده، اول مره اشوف الجناحات اللي بتطلع من الاتوبيس والاحترام ان كل الناس بتقف، عملت واو، قلت يا لهوي ايه ده. لان انا لما كنت في مصر كنت في مدرسه حكومي، وفكره انك تعدي الطريق ده كان بيبقى مغامره، كان بيبقى 7 عيال كده وده بتزعق فينا يلا كله يمسك في ايد بعضه وكله نعمل شبكه كده ونحاول نقنع الميكروباصات والعربيات انها تقف لشويه عيال صغيره عايزين يعدوا الناحيه الثانيه من الطريق ومحدش بيقف. فكنا بنستغل الفتره بين العربيه والعربيه، يعني عربيه بعيده شويه وعربيه هنا، والداده تروح مزعقه يلا وتلاقي كله جري كده وجرينا وعدينا الناحيه الثانيه. فانا اول ما جيت هنا ولقيت الموضوع بسيط وسهل فقلت الموضوع سهل وبسيط اهو، نعمل اي حاجه كده ان لو اي عيال صغيره بتعدي ستوب ساين، اي حاجه بتنور، اي حاجه، اي حل على حسب البيئه المحيطه بالمكان نعرف من خلاله ان نخلي العيال الصغيره اللي عايزه توصل البيت ان اللي بيتها الناحيه الثانيه، واللي عايز يركب مواصلات واللي عايز يعرف يعدي الطريق بسلام. فالقانون الثالث ده كان شخصي بالنسبه لي، او كنت واخده من جوه كده حاسس ان هو الموضوع سهل يا جماعه بسيط اهو. رابع قانون معانا، وقبل ما الصراحه اعمل اي حاجه معاه لازم اخد معاه سيلفي، وهو الستوب ساين اللي انتوا شايفينها دي. في اماكن كده ما بيبقاش فيها اشارات مرور او ما بتبقاش محتاجه اشارات مرور، فتجنبا للحوادث والكلام ده كله بيتحط مكانها حاجه اسمها الستوب ساين. علامه الستوب ساين بتتحط في جميع الاتجاهات بتاعه الطريق، اللي هو جاي من اليمين واللي جاي من الشمال واللي جاي من الناحيه دي واللي جاي من الناحيه دي، كله بيتحط له ستوب ساين. وهنجرب مع بعض دلوقتي في ستوب ساين جايه هناك اهي، نشوف بنعمل فيها ايه. كل اللي عليك اول ما الستوب ساين تيجي ان انت تخش وتقف فول ستوب، يعني تقف كامل، توقف العربيه تماما وتستنى دورك. تستنى دورك بمعنى انها اولويه، انت وصلت الاول انت اللي تمشي الاول، وهكذا وهكذا. فانا هستنى دوري اهو، اللي قدامي ده داخل عشان دوره، انا هقف، وده دلوقتي دور الراجل اللي على الشمال. كله محترم القانون، كله مظبط نفسه. اللي على الشمال وفي واحد كمان المرسيدس اللي على الشمال ده دوره. دلوقتي ده دورنا جه واحنا اللي نخش دلوقتي، وده دورنا.
الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، مش محتاج اشاره مرور، مش محتاج اي حاجه. تعالوا نجرب مره كمان كده. اديني داخل اهو الستوب ساين، الدور اللي على الشمال عشان جاي قبلي. انا وقفت دلوقتي دور الشخص ده، الدور اللي على الشمال دول مرسيدس. دلوقتي المفروض ده دوري، بعد العربيات دي ما تعدي المفروض يكون دوري. تمام، ده دورنا احنا، يلا بينا. سهله وبسيطه اهو، من غير حادثه من غير اي حاجه. عدينا والدنيا زي الفل. معلش اخر مره، معلش اخر مره خلاص والله. اهو دخلت اهو. الدور اللي قدامي ده جه فهو اللي هيخش. دول دخلوا هم، ثم دور الدوج شارجر، بعديها دورنا كده. اللي الدوج عدى اهو، احنا بقى دورنا نعدي وكده زي الفل. معرفش ليه مستمتع وانا بعمل الفيديو ده، ولكن انا صراحه ربنا بحب السواقه هنا، بحب اسوق هنا دايما وبحب اصلا المناظر وانت سايق وكل الكلام بتاع السواقه ده انا بحبه هنا. نخش على خامس واخر قانون معانا، وهو مش قانون على قد ما هو علامات، وهي العلامات اللي ظاهره قدامكم دي. واداره المرور بتحط العلامات دي قدام اي بيت او منطقه بيبقى فيها مثلا طفل عنده توحد، او طفل ما بيسمعش، او طفل ما بيشوفش، او طفل ما بيسمعش ويشوفش مع بعض، او طفل مثلا المنطقه دي معروفه ان المنطقه دي بالذات في اطفال بتلعب فيها كتير. فالاداره بتاعت المرور او الحكومه او ايا يكن بيحطوا العلامات في المنطقه دي عشان توصل للشخص اللي سايق. لو انا مثلا سايق، انت بمجرد ما تقرا الساين دي هتحط في بالك او تحط في دماغك انك تركز في الطريق اكتر، عشان في نسبه صغيره ان العيال تبقى بتلعب وتعدي الطريق، او الطفل الاعمى، او الطفل اللي ما بيشوفش، او الطفل ايا يكن اللي ما بيسمعش. كل الحاجات دي تبقى حاططها في دماغك وانت سايق عشان ايه؟ تسوق بحذر وبالراحه. فده خامس حاجه بحبها، لان بتحسسني ان انا انسان، بتحسسني انه بيعاملوا الاطفال والناس هنا كانسان. وانتوا عارفين طبعا ان اول حاجه في المجتمع هنا الاهتمام بيها هو الطفل، لان 3 قوانين من اللي انا قلتهم هي خاصه بالاطفال: السكول زون والسكول باس والعلامات اللي انا لسه بقولها دي. فحرفيا اهتمام بالطفل بطريقه لا توصف، وبيعاملوك كمان كانسان، يعني مش الطفل لوحده، لان الطفل ده عنده اهل هيبقوا قلقانين عليه، فبيسهلوا على الاهل شويه عن طريق ان هم يساعدوهم في الحاجات البسيطه اللي احنا شفناها دي. بس فيديو ظريف خفيف لطيف كده، وحاولت على قد ما اقدر اشرحه بطريقه كويسه. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل له لايك لو انت على الفيسبوك او على اليوتيوب. لو انت على اليوتيوب ما تنساش انك تشترك في القناه، خلاص قربنا على 25,000، وتدوس على زرار الجرس اللي جنب علامه سبسكرايب دي عشان لو انا نزلت اي فيديو جديد يجي لك ان عمر ايمن نزل فيديو جديد. وكذلك على الفيسبوك اطلع اعمل فولو واعمل لايك للصفحه عشان ايه؟ دي زي الفل. وانا فعلا ممتن جدا لدعمكم سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او حتى على الانستجرام. فلو انت برضه مش على الانستجرام اطلع اعمل لي فولو على الانستجرام. لو انت كملت الفيديو لحد النقطه دي فشكرا جدا ليك، وان شاء الله باذن الله اشوفك في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك اعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك الاوفر سايز اوفر سايز